السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من قناة مع أدريان. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن البي اتش بوت، وحاجة جميلة أوي أوي بيعملها، ويمكن ناس عارفة إن هو بيعملها بس مش عارفة إزاي تنفذ الطريقة، وهي إزاي تعمل المهمات اليومية بتاعك، وإزاي حتى لو هي مهمات كتير تخلي البي اتش بوت يستلمها ويروح يعملها، وبعد ما يعملها يسلمها دنيا البي اتش بوت كده كده جامد. يلا بينا نروح. اول حاجه طبعا مع بعضنا كده هنروح ناخد المهمه ايا كانت هي ايه في اللعبه بتاعتك، سواء موجوده في التاجر ده ولا التاجر ده. فهناخد المهمات اليوميه. تمام. بتيجي حاجه في اللعبه هنا اسمها كوماند، ديت انا هشرحها لكم بعدين نعملها، وهو بيسلم ويستلم. تمام. بس عشان تعملها مظبوط لازم اول حاجه ايه؟ تخلص المهمات عشان تسجل ان انت بتسلم ويستلم. فاهم؟ دلوقتي طبعا الوحوش زي ما انت شايف في المهمه معانا اكيرو، ومعانا ساند مان، ومعانا اللي هو الكامل، ومعانا الهوسز. فاحنا بنعرف اسامي الوحوش، وبعد كده بنروح للبي اتش بوت. تمام. اول ما بتروح للبي اتش بوت بنعوزك ان انت تعمل كذا اسم للوحش. ليه؟ لان هنعمل كونديشن، والكونديشن دي هتسجل فيها ان هي مثلا ايه، بعد ما يخلص المهمه دي ينقل على دي، وبعد ما يخلص دي ينقل على دي، بعد ما يخلص دي ينقل على دي. زي ما انتم شايفين في طريقه للتسجيل، بدل ما اروح للمكان واسجل ممكن انا اخد الاماكن بالشكل اللي انتم شايفينه على الشاشه ده، اللي هو مثلا ايه، بجيب الاكس والواي وبسجل المكان. في طريقة تانية برضو، وهي ان انت بدل ما لو انت مش عارف الليفل بتاع الوحش مثلا وهتقعد تدور بقى والكلام، زي ما احنا ما جينا في الفيديو احنا بنسجل قعدنا ندور شوية ازاي، لان الفيديو ده انا مسجله لكم من عند واحد حبيبنا، اتمنى له الخير دايما يا رب، عشان نقدر نعلق، لان ما عرفتش اجيب البي اتش بوت صراحه. فدي طريقه ان انت بتقعد تبقى مش عارف ليفل الوحش فبتقعد تدور عليه. لا، في طريقه اسهل، بانك بتضغط، وبعد ما بتضغط بتقوم جايب ضاغط عليها كويست، فبيجيب لك بقى كل الكويستات اللي معاك، الموبس بتاعها فين واماكنهم وكده، وتقدر من خلالها تختار الموبس. بس في حاجه مهمه برضه عايزك تاخد بالك منها، ان انت لما تيجي تعمل اد وتسجل الموبس الجديد لازم تعمل لللوكيشن او البتاع اللي انت مسجلها ديت النيو، لازم تكون عامل لها انيبل، لانك لو ما عملتلهاش انيبل هيسجل على اللي معمول لها انيبل، فكده طبعا انت كده مش بتظبط الاحداثيات خالص. هنعمل التالتة معانا اللي هي كامل سبايدر زي ما انتم شايفين، وبعد كده هتضغط كويست تطلع لك المهمات اللي معاك واماكنهم فين، تقوم جاي مسجل الكامل على طول وتقوم جاي مديله سيف. تمام. انت هتسجل كل المهمات اللي معاك ايا كانت، معاك 5 معاك 10 معاك 20 مهمة، كده كده هو المهمات كلها هيعملها. ولو المهمات بتاخد وقت كبير يكون ده شيء طبعا مش وحش، لان البي اتش بوت انت هتعمله ان هو يخلص لك المهمات وتروح وتعيش حياتك خالص، ولما تيجي هتلاقيه لا خلصها لا اما مثلا لسه بيخلص فيها. زي ما انتم شايفين دول الاربع وحوش اللي موجودين في الكوستات معانا. هنروح للكونديشن، وهنعمل ايه بقى؟ ركز في الحته اللي جايه دي. انت هتعمل الكونديشن ان هو اف، كلمه اف ديت كويست كومبليت. تمام. وتختار الناحيه الثانيه اسم الكويست، اللي هو بمعنى ان انا دلوقتي الكوستايه اسمها ميديسن فور ذا هورسز، فانا هقول له لو اف اللي هي كلمه لو كويست كومبليت المهمه دي خلصت وقام جاي حاطط اسمها، هتعمل ايه؟ هقول له يستوب بوت، وبعد كده يشينج تريننج اريا، وبعد كده يستارت بوت، وبعد كده يديسيبل للكونديشن، وقام جاي قايل له اد اللي هو يضيف اسم المهمه في اليمين كده، وبعد كده اقول له بيلد اللي هي الاوامر. في حاجه مهمه برضه لازم تبقى واخد بالك منها جدا جدا، وهي وانت بتختار الاوامر اللي هي ستارت بوت ستوب بوت شينج ترين، لازم تكون ضاغط على الكنترول،
لو ما ضغطتش على الكنترول مش هتجيلك زي ما انت شايف على الشاشه كده اللي هو خط كامل بامر واحد، هتجيلك اوامر كتير، ولو جاتلك اوامر كتير كده هتبوظ لك الدنيا. فيفضل ان انت تكون عاملها امر واحد فقط بس، اللي هو بتضغط كنترول وتديله مثلا اف كويست كومبليت اللي هي المهمه خلصت، هتعمل ايه؟ هتعمل ستوب بوت، توقف البوت بتاعك، وبعد كده شينج تريننج اريا، وبعد كده هتقول له يستارت تاني. تمام، بعد ما يشنج هيستارت. كل ده الامر انت ضاغط كنترول وعمال بتختار بالماوس بتاعك. تمام، وبعد ما يعمل ستارت بوت بعد ما يشنج يعمل بقى ايه؟ ديسيبل للامر ده، لان لو ما عملتش ديسيبل الامر هيفضل عمال بيتعاد وهيعمل تريب في البوت بتاعك ويوقف لك الدنيا. تمام، في حاجه كمان جميله قوي، ان انت ممكن تخليه في الكونديشن يضرب ريفرس. تمام، ازاي بقى؟ انت بتختار له مثلا بعد ما بتخلص ستوب بوت، وبعد ما بتستوب البوت بتغير المكان اللي هو شينج تريننج اريا، وبعد كده بتضرب ريفرس للمكان، وبتعرف الريفرس زي ما احنا ما ورينا لكم على الخريطه. انت بتشوف الاول الريفرس هتنتقل فين من على الخريطه، وبعد ما بتيجي تنتقل بتشوف اسم المكان اللي انت هتنقل فيه وتحفظه عشان هتسجله. وبعد ما تقول له ريفرس لوكيشن تقول له ستارت بوت، وبعد ستارت بوت تقول له ديسيبل الامر ده. تمام، وتقول له بيلد، بتطلع لك بقى الاوامر، بتختار اللي هو المهمه، وبعد كده هتنتقل لفين اللي هو ريفرس يعني. طبعا احنا عارفينها سالت ديزرت زي ما انتم ما شفتوا قبل كده على الماب، كنت ازاي بوضح لكم ازاي يعني تعرف هتنتقل لفين. تمام، وبعد كده انت سجلت مهماتك وسجلت دنيتك زي ما انتم شايفين على الخريطه. هو دلوقتي بيوريك ازاي بتكتشف، ازاي بتضيفها. بتضيفها عن طريق ان انت بتضغط كده على رساله من غير ما تدي الامر، وبتشوف المكان فين، وبعد ما بتشوف المكان فين بتحفظه وتروح تدي الامر. انت كده اديت الاوامر معاك والدنيا حلوه جميله. فاضل بقى ايه؟ اللي هو الكوماند اللي انت هتخليه يسجل معانا، اللي هو يسجل بقى ان هو يروح يسلم الكويست، وبعد ما يسلم الكويست ياخدها تاني ويروح يلعب في اول مهمه. بس للاسف انت بقى هتعوز تعمل ريبيت للكونديشن ده كله، بان بعد ما احنا مقفلناه باللون الاحمر انت بس هتعوز تعمل لهم انيبل. طبعا المهمات اليوميه بتبقى مره واحده في اليوم، فهي بتتقفل والبوت بيقف في المدينه، او عايزه مثلا يرجع يضرب في المكان ممكن في السكريبت بتاعك بتكون انت ظابط ان هو يرجع ويضرب في قلب المكان اللي هو اول مكان، اي مكان انت عايزه يروح يضرب فيه فبيروح يضرب فيه. يبقى هو كده خلص المهمات كلها وراح سلمها. وبعد ما سلمها لو انت عايزه يسلمها بس بتسجل في الريكورد بتاعك انه يسلمها بس، لو عايزه يسلمها ويستلمها تاني لو ينفع ماشي، وبتسجل في السكريبت بتاعك ان هو يروح المكان ده ويضرب. تمام، بعد كده بقى بتبدأ تخش في المود وتخش في اللعب. وتعالوا بينا كده ايه بعد ما نشوف الاوامر هديكوا نبذه كده عن ان ازاي الايميل راح، وبعد ما راح خلص المهمه ديت، وبعد ما خلص المهمه دي دخل على اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها. يا دوبك كده ايه جبت لكم تسريع كده للفيديو انه يخلص المهمات كلها في كل مهمه مثلا 10 ثواني. وطبعا المهمه بتقعد كتير قوي على ما بيخلصها، تاخد وقت كبير جدا جدا جدا. فيلا بينا كده نعمل ستارت ونشوف الاوامر. وطبعا الاوامر ديت مفتوحه في حاجات كتير، يعني انت مش بس طبعا ما تنساش تعمل انيبل للمهمه اللي انت عايز تروح لها اول واحده. انت دلوقتي مش الموضوع مش مختص على انك بس تدي كونديشن في البي اتش بوت انه يروح يعمل لك كويست، لا انت ممكن كمان تدي اوامر ان هو يخش يلعب ايفنت. لو في مثلا لو انت ستاف والستاف ده في ايفنت مثلا اللي هو بتضرب الوحوش واللي يموت اكتر يكسب، فانت بتقوم جاي مثلا قايل له الساعه كذا عايزك تروح المكان ده وتسافر منه، او تروح المكان ده وتسجل منه، تسجل الكوماند كده. تمام،
وبعد ما بتسجل منه عايزك تخش تضرب لي في المكان ده، بتبقى انت مسجل له احداثيات في مكان معين وفي حتة معينة بتسجلها له. وبعد ما بتسجلها له بيقوم جاي بيجي الميعاد، هو اوتوماتيك البوت يقوم جاي راح مسجل في الارينا او مسجل في المكان ده. وبعد ما بيسجل في المكان ده بيقوم جاي داخل المكان جوه وضارب الوحوش وبيفايت جامد، وساعات بياخد الايفنت. تخيل انت مثلا البي اتش بوت بيعمل ايه، عايزك بس تيجي معايا كده. انت في الشغل حلو ومسجل للبوت انه مثلا الساعه 3 بيبدا ايفنت، فانا عايزك تخش تشترك لي في الايفنت ده. فبتيجي الساعه 3 البوت اوتوماتيك يقوم جاي مثلا بيلعب، يقوم جاي ضارب ريتيرن ورايح مسجل في المكان. وبعد ما يسجل في المكان الايفنت يبدا، يقوم جاي هو داخل جوه. بعد ما بيخش جوه زي ما انتم شايفين عشان ما ننساش مع بعض ان هو كده خلص المهمه وراح بينتقل للمهمه اللي بعديها. تمام. وبعد ما بيخش المهمه بيقوم جاي داخل الايفنت ولاعب موت يومين 3. وساعات طبعا بتبقى فيه وقت معين الناس بتبقى قافك فيه، الناس مش قاعده فيه، فبيقوم جاي داخل تك 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 مخلص الايفنت وكسبانه. وانت نايم وانت في شغلك وانت في اي مكان في الدنيا بيقوم جاي هو مخلص الامر اللي انت اديته له ده، ايا كان ايه هو الامر. ان انت مثلا تخش ايفنت، ان انت تخش حاجه. لو فرضنا مثلا ان انت عندك جهازين وايفنت انت عايز تلعبه، ايفنت بوت تاني عايزه تدخله كده يقعد يلف في المكان او يروح يضرب موبس وخلاص، المهم انه يجيب لك كوينات، مش مشكله ان الايفنت يتلعب كويس. دي برضه ممكنه ان انت تسجل للبوت في الناحيه التانيه ان هو يقوم جاي داخل ولاعب الايفنت ايا كان خسر كسب، المهم ان انت هتجيب الكوينات وتظبط دنيتك والحياه جميله قوي مع البي اتش بوت. طبعا زي ما انتم شايفين هو دلوقتي خلص الكويست، وبعد ما خلص الكويست قام جاي رايح المكان التاني. زي ما قلت لكم الاوامر زي ما احنا ما قلنا له ستوب شينج، وبعد ما يشينج يعمل ستارت، وبعد ما يعمل ستارت يعمل ديسيبل للكونديشن، عشان لو ما عملتش ديسيبل الكونديشن هتفضل منوره باللون الاخضر انيبل. فلما بتفضل انيبل هيفضل بقى عمال بيعيدها وهيوقف البوت، لان البوت هيبقى مش عارف هياخد انه امر. تلاقي البوت واقف من غير ما يبقى فاهم ايه من غير ما انت ما تبقى فاهم ايه اللي بيحصل في البوت. اللي هو مثلا يعني دلوقتي البوت واخد امر انه يلعب هنا ويلعب هنا، هو رايح يلعب فين؟ فيقوم جاي البوت واقف. فالامر في الكونديشن لازم يكون مظبوط جدا، لان اي غلطه في الامر بتخلي البوت ما يعرفش يتحرك. فزي ما انتم شايفين هو دلوقتي راح المكان اللي بعده اهو، وهيبدأ مع المهمة التانية. وزي ما انتم شايفين المهمة التانية بتبقى 50 وحش. فهو هيضرب، وبعد ما يضرب يقوم جاي مخلص الكوستاية، وبعد ما يخلص الكوستاية يخش في اللي بعدها واللي في اللي بعدها. طبعا انت تقدر تعمل له بقى كوستات جوه التمبل، تعمل له اي كوستات في البي اتش بوت بتقدر تعملها، وتدي له الامر ان هو يروح وتسجل له في الكوماند ان هو مثلا يروح يضرب 5 وحوش هنا وبعد كده يضرب 5 وحوش هنا. ديت اللي هي الفورجيتن اللي هي سكريبت. تخيل ان انت مثلا كان زمان بيبقى الموضوع صعب قوي ان احنا نجيب السلاح الصن بتاع الفورجيتن والكلام ده، بسبب ان انا مثلا انا في شغلي فباجي يا دوبك اقدر اخش الفورجيتن مره واحده، وما بين الوقت ده والوقت ده الفورجيتن مثلا في 5 ساعات ولا 10 ساعات، فانا في الوقت اللي بعد كده مبقاش فاضي، ببقى نايم، ببقى شغال، ببقى اي حاجه، فالموضوع بيبقى صعب. فيا ترى ان انت بتظبط له يا دوبك صحيت من النوم بس تقوم جاي مدخله جوه وعامل ستارت، هو بيقوم جاي وتسيبه وتمشي، وهو بقى يخش يخلص لك الفورجيتن ويظبط لك كل حاجه، ومش بعيد يلاقي الكارت كمان وانت اصلا مش قاعد على الجهاز. طبعا في ناس بتيجي تقول لي يا ادريانو طب ما كده اللعبه ما عادتش حلوه بسبب ان كلها بقت بوت والكلام من ده. هو طبعا الحاجات دي بتفسد المتعه، بس بسبب ان الوقت ما عادش معانا زي الاول، فاحنا بقينا بنستسهل الحاجات ديت، ان انت تبدا وتلعب بوت وتخلي البوت يعمل عنك كل حاجه، ويا دوب انا هاجي بقى ايه معايا جولد، معايا سلك، معايا ايا كان انا كسبت ايه، فبقوم جاي مظبط الايميل هدوم، مظبط الايميل سلاح، وانزل العب بي في بي، اطلع تجاره، او انا ابقى سيف اطلع سيف.
زي ما انتم شايفين خلص كده المهمات بتاعته كلها. وبعد ما خلص المهمات كلها بتيجي بقى حته الكوماند بقى اللي انا بقول لكم عليها، وهي ان هو هيروح يسجل. ركز بقى، هيروح يسلم المهمه ويستلمها تاني. هو دلوقتي الفيديو معانا مليان. برضه لو اللعبه ما فيهاش اوتو سورت، في البي اتش بوت اوتو سورت بتخش على الانفيتوري، تمام؟ وبعد ما بتخش على الانفيتوري بتضغط على كلمه ريفرش وبعد كده سورت، وهو بيقوم جاي مجمع كله مع بعضه اوتوماتيك لو اللعبه ما فيهاش اوتو سورت، تمام؟ زي ما انتم شايفين هو بيعمل ريفرش، وبعد ريفرش بيعمل سورت عشان يجمع كل الحاجات بتاع الكويست على بعضها. وبعد كده هو البوت لوحده اوتوماتيك سلم واستلم. طبعا لو انت مش قاعد بتبقى مفضله بقى الخانات الانفيتوري بتاعك عشان ما يحصلش التريب اللي حصل معانا ده في الفيديو. وبعد ما بتسلم المهمه كلها، تعالوا بقى ايه اوريك ازاي بتعمل الكوماند اللي هو بيسلم ويستلم المهمه. اول حاجه بتخش على موقع البي اتش بوت بتاعهم، وبتلاقي في خانات الداونلود بتحمل كوماند، او بتخش على الديسكورد بتاعهم زي ما انا ما كنت شرحت لكم في الفيديو اللي فات، ان انت ازاي بتجيب الحاجات السكريبت وبتجيب الكوماند وبتجيب الحاجات دي كلها، تمام؟ بتقوم جاي داخل محمل اللي هي البلوج ان اللي اسمها كوماند. زي ما انتم شايفين هو كده ايه سلم المهمات، وبعد ما سلم المهمات معانا والدنيا حلوه جميله راح بقى يلعب تاني في المكان. فاحنا هنرجع بقى عشان اشرح لك ازاي انت عملته يسلم المهمه ويستلمها تاني، تمام؟ اول حاجه انت بتنزل زي ما قلنا البلوجن اللي اسمها كوماند، اسمها سكريبت كوماند. السكريبت كوماند دي بتقوم جاي انت داخل عليها، تمام؟ وعامل ستارت ريكورد. ليه السكريبت كوماند وليه مش السكريبت العاديه؟ لان السكريبت العاديه بتسجل ان انت تمشي بس، انما السكريبت كوماند بتسجل ان انت تروح للان بي سي وان انت تشتري منه او تسجل منه او تحط له او تبيع له او اي كلام هيحصل بيتسجل. فانت دلوقتي زي ما انتم شايفين دخلنا السكريبت كوماند بعد ما نزلناه من البلوجن وعملنا ريكورد، وبعد ما عملنا ريكورد كان معانا مهمة اللي هي لسه ما اتسلمتش، سلمناها واستلمناها تاني، وكل ده متسجل في التسجيل. فالبوت معاك كده بيسجل ان انت سلمت واستلمت المهمة تاني، تمام؟ فبعد كده بتقوم جاي انت عامل ستوب ريكورد، وبكده الكوماند اتسجلت معاك وبتسميها الاسم المتعارف عليه ايا كان ايه هو الاسم. طبعا لو انت عايز تخلي في السكريبت انه يسافر بريفيرس كده كده هي شغاله، عايزه يروح مثلا لتاجر يشتري حاجه معينه منه البوت ما يعرفش يشتريها، ده مثلا البوت ما يعرفش يشتريها، ماشي؟ في اكونت مثلا واقف في المكان ده دايما وهو واقف في المكان ده عايز تخش الستور بتاعه ويشتري حاجه معينه في الصف الاول، هو على طول بيبقى عارضها، ماشي؟ اللي انت عايزه ايا كان انت بتسجل في السكريبت كوماند الان بي سي ده ان انت تروح له وتسلمه وتستلم منه المهمه، وبعد كده بتقول له ستوب ريكورد وبتسميها الاسم اللي انت عارفه ايا كان، عايز تسميها باسمك، عايز تسميها كويست تيك، كويست ديليفر، زي ما تحب سميها. وبعد كده بتقول له كريت وبتسجل سكريبتايه عاديه بقى اللي هو همشي كده همشي كده في قلب المدينه، وبعد ما همشي كده همشي كده تقوم جاي ضاغط على كلمه كومنت. كومنت دي اللي هي الكوماند، ولازم تكتب فيها الكلمه اللي انت هتشوفها حالا دي، ركز فيها قوي. مش هتكتب فيها اول حاجه اسم المهمه، انت اول حاجه هتكتب ان هو يروح يسلم ويستلم لتاج اللي هو ايه كاستم ان بي سي، ولازم تكتب كلمه ان بي سي كابيتال، ما ينفعش تكتبها سمول عشان مش هتقرا معاك الامر ده. تكتب ان كاستم ان بي سي وبعد كده تعمل السلاش الصغير ده وتقول له اسم المهمه اللي انت سجلتها ايا كان ايه هو الكوماند اللي انت سجلته باسمك، سجلته باسم المهمه زي ما تحب. وبعد ما بتسجل تمشي خطوتين ثلاثه كده وتقول له ايه سيف وتسيفها في المكان ده. وبعد ما تسيفها في المكان بتقوم جاي عامل اد
بتعمل اد، وبعد ما بتعمل اد بتكتب اسمها مثلا، اي اسم اللي انت عايز تسميه بقى. وبعد ما بتعمل بتقوم جاي قايل له ايه، تضغط على البتاع كليك يمين على الاسم اللي انت سجلته ده، كليك يمين وتقول له شينج سكريبت، ومكان ما انت ما سجلت السكريبت بتقوم جاي ايه ضغط عليها، وبكده يبقى انت سجلت السكريبت بتاعك. تمام. الفيديو زي ما انتم شايفين خلص. اتمنى ان الفيديو طبعا يكون مفيد، واتمنى ان انا ما كنتش طولت عليك، وانا اسف طبعا الفيديو كبير، بس عشان يكون الشرح وافي فيه كل حاجة، قدرت اوصل لك المعلومة وقدرت افهمك كل حاجة. ما تنساش اللايك والاشتراك بالقناة والكومنت، لان الكومنت ده بيرفع من معنوياتي جدا. واستنوني في حلقة جديدة ان شاء الله. شكرا، سلام عليكم.